السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى اللايكات وعلى الكومنتات الزوينين. اليوم غادي ندير رغيفات ديال الشحمه وبغيت نشاركهم معكم. درت الطحين، كل واحده دارت الطحين اللي كيعجن. انا درت الطحين اللي عندي موجود وشويه ديال العسل وشويه ديال الملحه والماء دافي باش نجمع العجينه. بسم الله. غنجمع العجينه وغادي ندلكها. هاد الطحين ديال الملوي ديال الرغايف فينو بيض. غنجمع العجينه وغندلكها واحد 5 دقائق وغنخليها ترتاح بيد ما نوجد الحشوه اللي غادي ندير. ضروري تعجنوا العجينه هي الاولى عاد تبداو توجدوا الحشوه. العجينه درتها شي شويه جاريه، انا الرغيف ديال الشحمه كيبغيو شي شويه العجينه تكون مطلوقه. من بعد ما دلكتها غادي نغطيها بواحد البلاصيكه وغنخليها ترتاح بدون ما نوجد الحشوه. غندير البصله وخيزو والفلفله، الشحمه، شويه ديال صدر ديال الدجاج، العطريه عندي الفلفله حمراء، الكمون، السكينجبير، شويه ديال الزعتر، الخرقوم وشويه ديال الابزار. الحر اختياري، اللي بغى الحر يديرو. والملحه درتها حنا كنت نسيتها. دابا غنطحن كلشي في الحشوه. غندير هادشي كله باش يجينا رقيق. من بعد ما طحنتها غادي نصفي هاد الماء ديالها كامل. انا ما كنشحرش الحشوه، ما كتعجبنيش مشحره. كنديروها بهاد الطريقه هذه. حتى المدفونه الفلاليه ما كنطيبولهاش البصله وما كنطيبوش اللحم وكلشي كيجي طايب. حتى هادي جربوها بهاد الطريقه هذه وغادي تشوفوا الفرق كاين بزاف ما بيناتهم، ما بين الحشوه ما طيباش والحشوه طيبه. هاد الماء كامل غادي نحيدو انا باش ما يقطعليش العجينه. دابا غنطحن هاد الشحمه مع هاد الدجاج. ممكن تعوضوا الدجاج حتى باللحم. غادي نخلط العطريه مع هادشي. غندير شويه ديال الزيت البلديه، ما نكترش حيت عندي الشحمه. غندير هاد الشحمه مع الدجاج وغنخلط مزيان بيدي. انا المعلقه ما غاديش تخلط ليا مزيان. الحشوه بعد ما خلطتها مزيان كيفاش كتجي نخليها. ودابا العجينه غادي نقطعها صغيره على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. نديرو ماي صغيورين بحال هكا. من بعد غادي نغطيهم وغنخليهم يرتاحوا شي شويه عاد نطلقهم. عندي الزيت باش غنطلق والطحين. دابا غادي نبدا نطلقهم. بعد ما طلقتها غندير شويه ديال الزيت، شويه ديال الطحين،
نفس العملية. وغنديرها في بلاطو اخر ونخليها. غنكمل هادو باش ما نطولش الفيديو، غنكمل نفس الطريقه، غنكمل الرغيف الاخرين اللي باقا ليا. من بعد ما ساليتهم كاملين غنعاود نخليهم يرتاحوا، عاد ديك الساعه نرجعو باش نعمرهم. العجينه طلقات، دابا نبدا نقرصها. بعد ما طلقات غادي ندير الحشوه القياس اللي بغيتو، غنديرها في هاد البلاصه هادي وغنطويها بحال هكا. نطويها هاد الجهه غنطويها على هنا ونعاود نقلب ونطوي الجهه العكس ديالها باش الحشوه تبقى لداخل بحال هكا. عرفتوا غادي نجمعها شي شويه هكا وغنخليها ترتاح. غنعاود معاكم وحده اخرى. غنطلقها مزيان رقيقه. بعد ما طلقتها غنعاود ندير الحشوه وغادي نطويها بنفس الطريقه اللي طويت بها هذيك. هاد الجهه غنديرها من هنا ونقلب. الا لقيتوها هنا دبلت حلها، نعاود نقرص مزيان ونقلبها باش كتجي هذيك الحشوه لداخل. ملي نكون نطيبها نقرصها باش نطيبها ما كتخرجش. غنكمل على نفس الطريقه. درت المقلاة سخون، دابا غنقرر نقرصهم غير بشويه باش ما تخرجليش هذيك العماره من الجناب. درتها حتى كتحمر على واحد الجهات، كنقلبوها على الجهه الثانيه. ندير شويه ديال الزيت فوق منهم وغنقلب هاد الاولى هادي بدات كتحمر. غادي نخليها تزيد شي شويه عاد نقلبها. شوفوا كي كيتنفخوا. ممكن تعمروهم باي حاجه بغيتو، ماشي ضروري بالدجاج او بالكفته، ممكن بالفرماج والطون حتى هو كيجي زوين. مره اخرى ان شاء الله غادي نشاركهم معكم بالطون والفرماج ان شاء الله. بعد ما تحمروا على جوج جهات كنحطو فوق شي زويه. هانتوما الا لاحظتوا كيجيو ناشفين، ما كيجوش ميدمين بزاف. انا درت لهم الشحمه وما كثرش الزيت. صافي غنستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا انا ساليت المروي الخبز ديال الشحمه كما كتشوفوا. شوفوا كي كيجي مورق. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. مازال سخون وتجربوا الطريقه ديالي. ما تنساونيش في اللايك والاشتراك وشي تعليق زوين، والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.